عارفين ان احنا كده كده في الفاشن بنلف في دواير، والحاجه اللي ما بقتش ترندي او بقت خلاص اتركنت في الدولاب اديها سنتين تلاتة هترجع تاني ترندي. فده دايما بيحتم عليا ان انا اعمل الفيديو بتاع ترندات اكيد هتكون موجوده في دولابك. دي فكره فيديو النهارده، ترندات من صيف 2023 اكيد هتكون موجوده في دولابك. يلا بينا جايز واتساب. انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني لبنه صح، وازاي نلبس لو احنا بتيت، وازاي نعرف الستايل بتاعنا، وعن الهدوم المستعمله، وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. بحب اعمل الفيديو ده كل سيزون علشان بحب فكره ان احنا نطلع الحاجات اللي كانت مركونه عندنا في الدولاب ومحدش بيلبسها، وبرضك ما طلعناهاش مثلا من الدولاب للابد يعني، فنرجعها تاني ونلبسها براحتنا. وكمان علشان مش شرط ان احنا كل سيزون نشتري، ومش لازم اصلا مادام عندنا كل سيزون نشتري. وفي نفس الوقت علشان نستفيد بالهدوم دي بدل ما احنا راكنينها وهو مننا يبقى عدنا تدويرها ودخلناها تاني في هدومنا ولبسناها وحافظنا على البيئه. ده شيء من الاستدامه وبرده ما دفعناش حاجه. يعني اللي ما شافش الفيديو ولسه مش عارف ايه هي كل الترندات بتاعه الربيع والصيف ل 2023 فيقدر يشوف الفيديو ده، وبرده هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس تحت تقدروا تشوفوه. يلا بينا نبدا. ترند معانا كده هيكون في دولابك وهو ليه علاقه بالبيزكس او الالفيتد بيزكس او المينيماليزم على حسب بقى ما ممكن تسموها. الفكره دي جايه من السستينبل او الاستدامه، وهي بتكون القطع اللي بشتريها بكواليتي تكون عاليه، وقطع تكون تايمليس يعني مدتها مش بتروح بسهوله، وسهل ان انا ادمجها مع قطع تانية تقعد في دولابي اطول فتره ممكنه. فعشان كده هي جايه من فكره الاستدامه. بتتمثل بقى في ايه؟ بتتمثل في البليزرز بكواليتي عاليه، في تيشيرتات مثلا ابيض او اسود او بيج اللي هي البيزكس العاديه، او مثلا القمصان عموما بكواليتي عاليه. كل الحاجات دي بتبقى موجوده عندنا في الدولاب، وكل الحاجات دي سهل ان احنا نلاقيها عندنا، او اكيد يعني عندنا يعني كلنا قميص مثلا او تي شيرت او بنطلون او مثلا بليزر حلو ونكون بنحب نلبسه. كل الحاجات ديت تعتبر ترندي الفتره دي، وتقدروا ان انتوا تعملوها ستايلنج بطرق مختلفه، فتحس ان انتوا عملتوا حاجه مختلفه او لبستوا حاجه اون ترند، بس انتوا ما اشتريتوش حاجه او ما دفعتوش فلوس اصلا وجددتوا الحاجات اللي عندكم موجوده في الدولاب. ترند معانا واكيد برضك هيكون موجود في دولابك هو الدينم اون دينم. طبعا معروف جدا ان الجنس السنه دي اخد لقطه كبيره جدا في الصيف من كل النواحي، او اي قطعه عموما جنس فهي اون ترند. الترند ده بيريحني نفسيا، بيحسسني ان انا كل يوم وانا بلبس وانا مستعجله الجاكيت الجنس عليه البنطلون الجنس، فانا كده شيك جدا وجامده جدا ولابسه حاجه ترندي قوي. فدي حاجه متوفره عندنا كلنا في الدولاب ونقدر ان احنا نوفرها بسهوله. يعني مثلا اقدر ان انا البس الجاكيت بتاعي الجينز على بنطلون جينز مثلا. وميزه الترند ده العمليه، او كل بنوته فينا تقدر تلبسه على الاسلوب اللي شايفاه ان هو يناسبها، او شايفه ان هو يناسب الشيب بتاعه وشكل جسمها. يعني مثلا ممكن البس بنطلون جينز مثلا يكون اوفر سايز شويه او واسع عليها شويه وعليه جاكيت كروب، او مثلا البس العكس الجاكيت هو اللي يكون اوفر سايز والبنطلون هو الستريت مثلا، على حسب بقى الشكل اللي انا عايزاه وعلى حسب شكل جسمي ايه. في حاجه بقى في الترند ده واكيد لاحظتوها هي الجيبه الجينز. الجيبه الجينز طبعا ترندي جدا، اكيد لاحظتوا الانفجار على الانستجرام والانفجار في السوق عموما. برضك في جيبات جينز كتير قوي منتشره، انا مش بحبذ ان الواحد يشتريها لانها تعتبر بالنسبه لي غاليه، او مش الحاجه اللي هي في المتوسط اللي يقدر اي حد يوفرها، بالذات لو هتجيبه بكواليتي كويسه وكده. فانا برشح ان الواحد يعمل اعاده تدوير لمثلا بنطلون اوفر سايز عنده مثلا، يوديه الخياط يقدر يعمله لنا جيبه عادي، او جيبه مثلا تكون عندنا قديمه ونعمل لها اعاده تدوير. ده اللي انا بفكر اعمله الفتره دي. انا لقيت عندنا جيبه في البيت بتاعت ماما قديمه، فبفكر ان انا اعمل لها اعاده تدوير. لو عجبني الموضوع حبيته، انا اوريدي حباه وعايزه اجربه. لكن خطوه ان انا اشتري فدي بالنسبه لي صعبه شويه، علشان انا في حاجات تانية عايزه اشتريها ومش من ضمنهم الجيبه حاليا. ففكرت ان انا اجربها الاول واعمل لها اعاده تدوير واشوف لو عجبتني فعليا، ولقيت نفسي بلبسها كتير ولقيتها ماشيه على اغلب هدومي، ولقيت نفسي انا فعلا حاسه ان انا حباها ودي ستايلي، فممكن اشتري واحده. لان كده كده حتى لو مبقتش ترند فانا هلبسها. ما اشتريش حاجه واركنها، او اشتري حاجه واحس ان هي كانت اوفر برايس بالنسبه لي او عاليه على البادجت بتاعتي وركنتها في الاخر هزعل جدا طبعا ان انا في حاجات ياما عايزه اشتريها الصيف ده. فتقدروا ان انتوا تعملوا الموضوع ده بسهوله. تقدروا مثلا انتوا تجيبوا بنطلون جينز رجالي مثلا من المستعمل، بالذات لو انتوا رفيعين مثلا او كده هتلاقوا الموضوع ده سهل قوي. تودوا الخياط هيعمل لكم الاثنين، واصلا حتى لو كتبتوا على اليوتيوب او كده هتلاقوا
الموضوع ده منتشر جدا الفتره دي، فهتلاقوا فيديوهات ياما قوي بالذات لو انتوا بتعرفوا تخيطوا، فدي حاجه حلوه قوي يعني. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله لسه مبنيه في العيله دي بنهتم مشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتم مهتمين متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. فيديو يقابلكم اعملوا له لايك وشيروا الفيديو لاصحابكم المهتمين عشان القناه تكبر بسرعه. بس كده. حاجه بقى في ترند الجينز برضك، ان الجينز الفتره ديت ترندي، بس الترندي منه اللي هو اللوز فيت، يعني ان انا البس البنطلون الجينز يكون واسع عليا شويه او يكون يعني مستريح، مش اللي هو ضيق او مش اللي هو في حاجه ضيقه عليا. فدي برضك ميزه حلوه قوي نقدر نوفرها بسهوله. اي بنطلون جينز عندنا كبير هيبقى حلو، اي بنطلون بتاع ماما، اي بنطلون بتاع بابا، هيكون بالنسبه لنا كده حاجه تجديد وحاجه تغيير برضو. ومش هبقى دفعت حاجه، مش هبقى اشتريت حاجه ولا جبت حاجه من بره، دي حاجه كانت مركونه في الدولاب او استلفتها يعني. حاجه والاخيره في ترند الجينز برضك الشورت الجينز اللي هو الاوفر سايز اللي عند الركبه ده، او بيبقى مغطي كده الركبه شويه، ترندي جدا الفتره دي، اللي هو تحسوا اخد من الدادي ستايل او تحسوا ان انتوا سالفين الشورت بتاع باباكو. انا بحب قوي الشروطه دي، بحسها بتبقى حلوه في الصيف، حلوه في القعده في البيت، وفي نفس الوقت هي طويله فهي بالنسبه لي عمليه اكتر من الشورت القصير وكده. فدي برضك حاجه سهل ان احنا نوفرها قوي عن طريق ان احنا اي بنطلون قديم عندنا مش عايزينه، او مثلا بنطلون مركون حتى لو بتاع بابا، نقدر ان احنا مثلا ناخده بنستين كده من ورا على اساس نضيقه على مقاس الوسط ونسيبه واسع زي ما هو ونقصه من عند الرجل. انا كنت بعمل الموضوع ده على طول وانا صغيره في الصيف في بنطلونات الجينز القديمه، بالذات ان انا اغلب الوقت ما كنتش بحب البس بنطلونات في الصيف فكنت بلبس شروطه. فالموضوع سهل ان احنا نعمله قوي، وحاجه كده لذيذه ان انا احس ان انا لابسه حاجه انا اللي عامله لها اعاده تدوير او انا اللي مخترعاها وكده. في نفس الوقت برضو زي ما قلنا ما دفعناش فلوس، ما اشتريناش حاجه، هي حاجه اوريدي موجوده عندنا في الدولاب. الترند معانا وده اكيد كلنا عندنا منه هو الكارجو. الكارجو مكتسح من الشتاء اللي فات ومكتسح ومكمل معانا الصيف ده، بس طبعا زياده البوكيتس زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. فاكيد اي حد عنده طبعا يقدر يلبسه ويقدر يكمل بيه الترند بتاع السنه دي. تقدروا بقى تشوفوا طرق ستايلينج جديده، طرق جديده تلبسوها بيه. من الطرق اللي انا حاليا عجباني او شايفه ان هي مختلفة عن الطريقة العادية او عن الطريقة اللي هي بتخليه كاجوال اوفر او رايح لمنطقة البويش ستايل اللي هو اللبس الولادي وكده، ان انا مثلا البس عليه بلوزه تكون فيها حركه او فيها ستايل جيرلي شويه، بحس ان انا ادمج ما بين حاجه جيرلي وما بين حاجه بويش او ما بين حاجه ولادي، فحس ان انا عملت ستايل مختلف مش حاجه اللي هي نقله للولادي او في نفس الوقت مناسبه للصيف. هو ده اللي انا حابه ان انا اجربه لو لقيت بنطلون او حبيت ان انا اضيفه لدولابي ولقيت حاجه تناسب الشيب بتاعي. فدي طريقه الستايلنج اللي انا كنت حابه ان انا البسها بيه، بعيدا بقى عن التيشيرتات الاوفر سايز، بعيدا عن التيشيرتات المطبوعه او الكروب توبس الساده، كل الحاجات دي. فدي حاجه مختلفه، دي مش حاجه جديده بالنسبه لنا احنا كاشخاص مودست بنلبس على طول الحاجات دي بالذات المحجبين، لكن هي ترندي جدا السيزون ده على عكس السيزون اللي فات او الشتاء اللي فات اللي كانت فيه كل الجيبات وكل الفساتين مايكرو. الصيف ده نقدر ان احنا نطلع الحاجات دي ونشوف طرق جديده نلبسها بيها او طرق جديده للستايلنج ونقدر ان احنا نستغلها، بحيث ان انا احس ان انا جددت في دولابي وان انا اون ترند لكن ما دفعتش حاجه، ما اشتريتش حاجه جديده. يخليني اوجه اهتمامي اكتر او اوجه البادجت اللي معايا او فلوسي اللي انا ناويه ادفعها الصيف دوت في حاجات انا محتاجاها اكتر او حاجات شايفه ان هي ضروري تتجدد، مش لازم اشتري حاجه ترندي لان انا اوريدي عندي حاجات ترندي في الدولاب. حاجه معانا وده ترند هيعجب ناس كتير قوي واعتقد ان هو هيبقى متوفر عند ناس كتير قوي، هي التشانكي باجز او البيج باجز او الشنط الكبيره. الشنط الكبيره من كذا سنه تقريبا، مش عارفه من كام سنه، 5 6 سنين مثلا ممكن قبل الكورونا، كانت منتشره جدا، كانت هي الحاجه الترندي وكانت الشنط قد كده فهي رجعت تاني. الشنطه كبيره جدا لدرجه ان احنا نقدر نشيل فيها بيبي صغير. فلو حد عنده من الشنط دي يقدر طبعا يطلعها يستعملها، بالذات ان هي حلوه للصيف وللماميز وللناس اللي بتروح البحر وتشيل حاجات ياما معاها، فدي حاجه حلوه جدا. فلو مثلا عندنا حاجه مركونه او احنا مثلا بنلبسهم بس احنا مش حاسين ان احنا ترندي، او بالذات الفتره اللي فاتت كانت الشنط الوسط وقبلها كانت الشنط الصغيره الكتكوته قوي دي، فطلعيها البسيها وخلي عندك ثقه قويه وانتي لابساها لان انتي اصلا لابسه حاجه ترندي جدا، والبسيها بدل ما انتي راكناها في الدولاب. ثالث حاجه معانا وهي حاجه ليها علاقه بالالوان. الحاجات الترندي قوي الفتره دي هي الالوان الترابيه، زي الدرجه اللي انا لابساها دي، درجات بقى التراب كلها يعني اللي هي البيج جملي، كل الحاجات ديت ترندي قوي الفتره دي، واكيد كل ترندي قوي الفتره دي، واكيد كلنا هنلاقي عندنا اي حاجه في الدولاب كده، تي شيرت بقى، قميص، فستان، بنطلون، ايا يكن، برضك تقدروا ان انتوا تطلعوا وتستغلوها وتلبسوها الفتره دي، بالذات كمان ان هي فاتحه وحلوه مناسبه للصيف، مش هتشفط معانا الشمس وكده زي الاسود، فحاجه حلوه ان احنا نستغلها الفتره دي.
وتاني حاجة في حوار الالوان بردك هو اللون الابيض، ان احنا نعمل ميكس مثلا او اوتفيت كامل مونوكروماتيك من الابيض، بنطلون ابيض وتيشيرت مثلا ابيض، او الحاجة التوب اللي هنلبسها من فوق تكون بيضة. من سنتين كان ترندي اوي البنطلون الابيض، فلو حد لسه متوفر عنده يقدر بردك ان هو يطلعه ويقدر يلبسه، مثلا البس عليه تيشيرت مثلا وقميص مثلا ابيض ومثلا كاب، او مثلا البس القميص الابيض عليه واحط مثلا بلوفر او حاجه مثلا على الكتف كده تيشيرت مثلا، بحيث ان انا اعمل له ستايلنج مختلف. هبقى بردك اون ترند وانا ما اشتريتش حاجه، ده كان حاجه موجوده عندي في الدولاب ومركونه وانا طلعتها استغلها. طبعا دي هتبقى حاجه لذيذه قوي بالنسبه للصيف، لان طبعا مونوكروماتيك فهيدينا طول وفي نفس الوقت هيبقى مريح وحلو للصيف، مش هيحررنا وهيدينا الفايبس بتاعت عمرو دياب وكده اللي انا بحبها جدا، فدي حاجه حلوه نقدر ان احنا نستغلها الصيف ده. بس كده ده الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم. قولوا لي لقيتوا ايه عندكم في الدولاب في الكومنتس من الحاجات الترندي او من الترندات، وبرضك انا هكتب لكم في اول كومنتس تحت ايه الحاجات اللي انا لقيتها في دولابي من ترندات الصيف دوت. طبعا لو ما شفتوش الفيديو بتاع الترندات فارشح لكم ان انتوا تشوفوه، هسيبه لكم هنا وتقدروا تشوفوه. هقول لكم باي باي دلوقتي، لكن هشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.